سوف نتعرف سويا في هذا المثال على كيفية تبديل الأوجه الخاصة بالصور. فكما نرى أمامنا توجد الصورة الأصلية على يمين الشاشة، والصورة الجديدة بعد إضافة أوجه جديدة لها على اليسار. وللتعرف سويا على كيفية إنشاء هذا المثال نغلق هذه النافذة، ثم نقوم بتكبير الصورة الأصلية، ونقوم بإظهار كل النوافذ، وذلك بالضغط على الزر تاب من لوحة المفاتيح. والآن نقوم بفتح الصور التي نريد إضافة الأوجه منها. نضغط مفتاح كنترول و O من لوحة المفاتيح فتظهر لنا نافذة Open، ثم نختار الصور التي نريدها، ثم نضغط OK فتظهر لنا الصور بهذا الشكل. ولرؤية كل الملفات معا نذهب إلى القائمة Window، ومن الأمر Arrange نختار الأمر Tile Horizontally فيتم تنسيق الصور كما نرى. نذهب إلى الصورة الخاصة بالرجل ونقوم بتكبير النافذة الخاصة بها، ثم نختار البن تول ونبدأ في رسم باث أو مسار حول صورة الوجه بهذا الشكل. ونستمر في الرسم حتى نصل إلى النقطة الأولى مرة أخرى فيتم غلق المسار كما نرى. ثم نقوم بالضغط على المسار بالزر الأيمن للماوس ونختار الأمر Make Selection، فتظهر لنا نافذة نحدد قيمة الفيذر راديوس بصفر، ثم نضغط OK فيظهر لنا التحديد كما نرى. نقوم بعمل نسخة، ثم نذهب إلى الصورة الأصلية ونقوم بوضع هذه النسخة بداخلها. ثم نختار الموف تول من صندوق الأدوات ونقوم بوضع الوجه في المكان المناسب فوق التصميم. ونلاحظ أن الصورة أكبر من المكان المخصص لها، ولضبط ذلك نضغط على مفتاحي كنترول و T من لوحة المفاتيح، ثم نقوم بتصغير هذا الوجه، وذلك بالضغط على أحد المقابض مع الضغط على مفتاح شيفت من لوحة المفاتيح. ثم نقوم بضبط الصورة في المكان المناسب، وبعد الانتهاء نضغط Enter لتنفيذ الأمر. ولإزالة الأجزاء الزائدة من هذه الصورة نختار الإريزر تول من صندوق الأدوات، ثم نغير قيمة الدايمتر الخاصة بالبراش، ثم نبدأ في إزالة هذه الأجزاء حتى تظهر لنا الصورة بهذا الشكل. ونلاحظ هنا اختلاف درجات اللون بين الجسم والرأس، ولتلافي ذلك نذهب إلى Layer Style، ثم نختار الأمر Color Overlay فتظهر لنا النافذة الخاصة به. ومن Blend Mode نختار Soft Light، ثم نضغط على مربع الكالر ونذهب لهذا الجزء من الجسم، وبالضغط عليه تظهر لنا الصورة بهذا الشكل. نضغط OK ثم OK مرة أخرى فتظهر لنا كما نرى. ولكننا نلاحظ هنا الخط الفاصل بين الجسم والرأس، ولتفادي ذلك نختار البلير تول، ثم نغير قيمة البراش ب5 ملم، وبالضغط على الجزء الفاصل للصورة يتم إزالة هذا الخط كما نرى.
ثم ننتقل للصورة الأخرى ونختار البان تول ونقوم برسم باث حول هذه السيدة. وبعد الانتهاء نقوم بتحويله إلى Selection كما فعلنا سابقا. ثم نقوم بعمل نسخة لهذه الصورة وننتقل إلى الصورة الأساسية، ثم نقوم بوضع النسخة بها. ونلاحظ هنا أن اتجاه هذه الصورة عكس اتجاه الصورة الأصلية، ولذلك نذهب إلى القائمة Edit، ومن Transform نختار Flip Horizontal فتظهر لنا الصورة بهذا الشكل. وكما تعلمنا سابقا نقوم بالضغط على مفتاح Ctrl و T لضبط حجم الصورة. نقوم بضبط الحجم والزاوية الخاصة بها كما فعلنا تماما مع الصورة السابقة. وبعد الانتهاء نقوم باستخدام الإريزر تول لإزالة الأجزاء الزائدة. وبعد الانتهاء نستخدم نفس الخطوات السابقة الخاصة بالكالر اوفرلاي حتى نصل لأفضل نتيجة، فتظهر لنا الصورة بهذا الشكل. وبالطبع نستخدم البلير تول لإزالة هذا الخط كما تعلمنا سابقا. ويتبقى لنا الآن إزالة الأجزاء الأخرى من الخلفية، ولكن لضبط هذا الجزء سوف نستخدم الكلون ستامب تول. نضغط عليها ثم نحدد الباك جراوند لاير، ولإزالة هذا الجزء الخاص من صورة الخلفية نذهب لهذا الجزء من الشمسية ثم نضغط عليه مع الضغط على مفتاح Alt، ونستمر في تكرار هذه الخطوة وهي أهم خطوة لضبط التصميم. وبعد الانتهاء تظهر لنا صورة الرجل بهذا الشكل. ننتقل إلى الجزء الآخر وبنفس الطريقة نبدأ في ضبط الخلفية حول هذه السيدة. ونلاحظ هنا أن التصميم يحتاج لكثير من الوقت والدقة حتى نحصل على النتيجة التي نراها أمامنا. وبهذا نكون قد انتهينا من شرح هذا المثال.